أحياناً خطأ صغير جداً، زلة لسان عن هدية، ممكن تكشف عن فصل كامل منسي من التاريخ بين بلدين. قد تبدو كأنها قصة فيلم، لكنها حقيقية تماماً، وكشفت عن علاقة معقدة ومدهشة بين أمريكا والجزائر ما كان أحد يتوقعها. طيب، خلونا نبدأ القصة من الأول. كل شيء بدأ في أكتوبر 2021 لما كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتكلم عن التاريخ المشترك بين بلده والولايات المتحدة. ووسط كلامه قال معلومة محددة جدا لفتت انتباه الكل. يا سلام، هدية من جورج واشنطن بنفسه للأمير عبد القادر. هذا كلام كبير جدا، يعني وجود علاقة مباشرة وشخصية بين الأب المؤسس للولايات المتحدة والأب المؤسس للجزائر الحديثة. لكن المؤرخين والمدققين سمعوا الكلام هذا وعلى طول قالوا لحظة، في شيء مو منطقي أبدا في القصة هذه. طيب، إيش المشكلة بالضبط؟ المشكلة ما كانت في فكرة الهدية نفسها، لا، المشكلة كانت أبسط من كده بكتير. كانت في التوقيت. بمجرد ما نلقي نظرة بسيطة على التواريخ نكتشف فجوة زمنية ضخمة مستحيل نتجاهلها. وهذه التواريخ توضح كل شيء. جورج واشنطن توفي عام 1799، والأمير عبد القادر انولد عام 1808. يعني واشنطن كان متوفي من حوالي 10 سنين قبل ما الأمير عبد القادر يجي على الدنيا أصلا. فكيف ممكن تكون في هدية مباشرة؟ طبعا مستحيل. طيب، إذا ما كان واشنطن، أجل مين اللي أرسل المسدسات؟ وليش أصلاً يرسل هدية ثمينة زي هذه؟ من هون القصة تبدأ تصير أحلى وأكثر تشويق، وتدخل لنا على رئيس أمريكي ثاني مشهور جداً. الحقيقة هي إن المسدسات كانت فعلا هدية من رئيس أمريكي، لكن الشخص اللي أرسلها ما كانش جورج واشنطن، كان أبراهام لينكولن، والتاريخ كان في عام 1860. حلو، الآن عرفنا مين ومتى، بس الجزء الأهم والأكثر إثارة في القصة كلها هو ليش. والسبب وراء الهدية هذه بصراحة مدهش. ما كانت مكافأة على خوض حرب أو نصر عسكري، لا، بالعكس تماما، كانت تكريم لإنقاذ آلاف الأرواح. طبعا الأمير عبد القادر معروف كبطل أسطوري في الجزائر بسبب مقاومته الطويلة للاستعمار الفرنسي، لكن الشيء اللي خلاه يكسب احترام العالم كله حصل بعد فترة طويلة من انتهاء القتال وهو عايش في المنفى. وهذه هي النقطة المحورية في القصة. هدية لينكولن ما كانتش مجرد إجراء دبلوماسي روتيني، كانت تعبير عن تقدير شخصي عميق من قائد عظيم لقائد عظيم تاني بسبب موقف إنساني بطولي في وقت كان فيه الصراع وحشي جدا. يعني القصة كده انتهت؟ الغلطة كانت إن الرئيس هو لينكولن مو واشنطن وخلاص؟ لا، وهنا تيجي المفاجأة الأكبر. الرئيس الجزائري ما كانش غلطان 100%. صحيح إنه لخبط في قصة المسدسات، بس فعلا كان فيه رابط تاريخي حقيقي وأكثر دراماتيكية بين الجزائر وجورج واشنطن. عشان نكشف القصة الحقيقية هذه لازم نرجع بالزمن لورا، للسنوات اللي جت بعد الثورة الأمريكية مباشرة. في هذاك الوقت الولايات المتحدة كدولة جديدة كانت تواجه أزمة كبيرة جدا، مو على اليابسة، لا، في عرض البحر. تخيلوا معي الموقف، دولة لسه دوبها فايزة باستقلالها، لكن سفنها ما تقدر حتى تبحر بحرية. قراصنة من الجزائر كانوا يأسرون السفن التجارية الأمريكية في البحر المتوسط. وفي عام 1785 سفينتين بالتحديد، ماريا ودوفين، تم أسرهم وطواقمهم تحولوا لأسرى. وهذا الموضوع سبب صداعاً دبلوماسياً ضخماً لرئيس جورج واشنطن. إدارة واشنطن حاولت تتفاوض لسنوات، لكن كل المحاولات فشلت. ثمن السلام كان يرتفع، ومع وجود مواطنين أمريكيين في الأسر ما كان قدام أمريكا أي خيار تاني غير إنها تدفع. والتكلفة كانت باهظة جداً لدولة لسه يدوبها قايمة على رجليها. هذه المعاهدة ضمنت إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين وأمنت مرور السفن، لكن كان فيها شرط تاريخي. لأول مرة والمرة الوحيدة في تاريخها كله وافقت حكومة الولايات المتحدة على دفع جزية سنوية لدولة أجنبية. وكل هذا صار تحت إشراف مين؟ الرئيس جورج واشنطن. طيب، خلونا نربط كل الخيوط ببعضها الآن. اللي بدأ كغلطة بسيطة في الأسماء بخصوص هدية مسدسات فتح لنا باب على فصل كامل ومذهل ومنسي من التاريخ. هذا يورينا إن الرابط الحقيقي ما كان قصة إعجاب متبادل بسيطة زي هدية لينكولن، لا، كانت علاقة متوترة فيها صراع ودبلوماسية وحتى جزية، علاقة شكلت السياسة الخارجية الأمريكية في بداياتها بشكل عميق جدا. القصة هذه كلها اللي بدأت من زلة لسان تخلينا نتساءل، صح؟
كم فيه من الروابط التاريخية العظيمة الثانية اللي زيها مختفية قدام عيوننا ومستنية بس غلطة بسيطة عشان تطلع للنور.